اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو زهقت من الاكل التقليدي تعالوا نعمل مع بعض طاجن لحمه الراس. هنجيب كيلو لحمه راس كده اهوت، وهنجيب حله وهننزل بيها باللحمه بتاعتنا، وهنشوحها كده بمعلقه سمنه صغيره خالص لغايه ما اللحمه بتاعتنا تتحمر. واحنا بنشوح اللحمه هننزل عليها ببصل، بثوم، بجزر، بطماطم، ورق راولي، حبهان، عود قرفه، رشه صغيره خالص من السبع بهارات، ونقلبهم كده اهوت. اهم حاجه ما تحطيش ملح، تمام؟ لو عايزه تحطي فلفل كمان ممكن تحطي. وهنقلب كده اللحمه بتاعتنا بكل التوابل والخضار دوت لغايه ما تتشوح وتنزل كل الميه اللي فيها وتتحمر معانا بمعنى اصح. بعد كده يكون عندنا ميه سخنه، هننزل بكميه ميه سخنه كده اهوت حلوه على اللحمه بتاعتنا. وبعد ما تستوي هنسيبها بتاع مثلا ساعه، ساعه الا ربع لغايه ما تستوي خالص. اخر 10 دقايق كده اهوت نحط لها الملح بقى بتاعتنا ونظبط الملح. ممكن لو هي مثلا خدت وقت في السوا ولا اللحمه كبيره شويه ممكن تحط لها معلقه سكر وهي بتستوي، معلقه سكر صغيره كده عشان تسرع في عمليه التسويه بتاعتها. بعد ما اللحمه تستوي بتاعتنا هنعمل بقى الطاجن بتاعنا. احلى طاجن ممكن تعمليه الطاجن اللحمه عشان يطلع معاكي حلو. كتري البصل بتاعه. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل الطاجن ازاي. لو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنجيب صينيه كده اهو، طبعا اللحمه استوت وطلعناها وصفيناها من الشوربه. هنجيب صينيه بتاعتنا وهننزل عليها كده معلقتين سمنه حلوين، وهننزل بقى بكميه بصل معتبر. بعد ما نحمر البصل بتاعنا ننزل بفلفل، وهننزل كمان بكميه بطاطس كده هو صغيره، يعني بتاع نص كيلو بطاطس مقطع صغير خالص او ممكن تقطعيه دواير. هننزل باللحمه بتاعتنا بقى ونشوحها مع الخضار بتاعنا. وبعد كده نجيب عصير طماطم او ممكن تقطعي طماطم شرايح، وهننزل بيها على لحمه الراس بتاعتنا وهنسيبها تتسبك. وبعد كده ممكن تنقليها في طاجن وتحطيها في الفرن تاخد وش كده هو تشميع من على الوش يعني، وتقدميها جنب رز وسلطه والشوربه بتاعتها. طبعا طريقه سهله جدا لعمل لحمه الراس. اتمنى الفيديو يعجبكم طبعا، ولو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.